عارف احلى حاجة في الدنيا دي ايه يا زوماليكس؟ ايه؟ لا ده انا مش عارف، ده انا بسألك بس. احلى حاجة في الدنيا يا حموكشة انك تبقى رايق. رايق؟ وانا ابقى رايق ازاي يا زوماليكس؟ تبطل تتضايق. وهو ينفع الواحد يبطل يتضايق يا زوماليكس؟ هي صعبة بس مش مستحيلة. ازاي دي بقى يا زوماليكس؟ شوف ايه هي الحاجات اللي بتتضايق منها وبطل تتضايق منها وابعد عنها. قصدك ابقى تلاجة يعني؟ بالظبط، الله ينور عليك. وايه تاني يا زوماليكس؟ في كتاب كده اسمه كيف تتعامل مع المرأة، ده مفيد قوي للحالات اللي زيك. يا نهار اسود، هو انا بقيت حالة يا زوماليكس؟ طبعا طالما اتجوز تبقى حالة، وحالة صعبة يا حموكش. طب قول لي يا زوماليكس، بما ان انت طلعت دكتور نفسي كبير، ازاي اعرف ان اللي قدامي قاصد يضايقني؟ أول ما هتلاقيه بيتكلم هيحصل لك انتفاخ وشوية أعراض كده كمان، زي ارتفاع ضغط الدم ورعشة في صباع رجلك الصغير. طب الحمد لله اللي انا ما عنديش صوابع. طب انا اول ما احسه اعمل ايه يا زوماليكس؟ شغل وضع الطيران على طول، عارفه ولا ايه؟ عارفه. حموكشة، طب اقفل انت بقى دلوقتي يا زوماليكس. سلام. خير؟ انت لسه بتحبني يا حموكشة؟ أول ما يتكلم هتحس بانتفاخ وارتفاع في ضغط الدم ورعشة في صباع رجلك الصغير. طب انا ساعتها بقى اعمل ايه؟ تشغل وضع الطيران، عارفه ولا لأ؟ طبعا عارفه. وايه ده اللي انت عارفه وبتبصلي كده ليه؟ اي، طب انا عملت ايه؟ هو انا استنى لما تعملي؟